ليه الطيب بيتوجع واللي أذى بيعدي. عارف الإحساس اللي أنت ما بتبقاش فاهمه؟ حاجة كده جواك بتسأل نفسك، مش قادر تزعل، مش قادر تفرح، مش قادر حتى تعترض. إحساسك إنك عملت كل اللي عليك وما أذيتش حد وبرضه اتوجعت. والغريبة إن أنت أكتر حاجة بتوجعك إن اللي وجعك مكمل حياته عادي، ولا كأنه في يوم وجعك أو ظلمك أو حتى أذاك. ساعتها القلب مش بيصرخ، القلب بيحس بإحساس صعب يتوصف، وساعتها القلب بيصرخ وبيقول يا رب، هو أنت شايف إن ده العدل؟ إن هو يبقى عايش مرتاح وأنا اللي ما ظلمتهوش تبقى ده حالتي؟ أنا إيمان هاشم، وده بودكاست بين السطور. الإمام الغزالي بيقول لو كشف الغيب لاختار الإنسان ما اختاره الله له. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اللي انت شايفه دلوقتي مش الصورة كاملة، ولا حتى أقرب للحقيقة اللي في خيالك. الغريبة إن إحنا بنبص دايماً على الصورة من ناحيتنا إحنا. الحياة دي عبارة عن فيلم طويل، وفي مشاهد كتيرة، في مشاهد بتوجع، بس لو اتشالت القصة كلها هتقع. مصطفى محمود بيقول نحن نحاكم الأمور بميزان العاجل والله يدبرها بميزان الحكمة. يعني دايما الإنسان عجول، دايما مش قادر يصبر، بس ربنا سبحانه وتعالى ممشي الكون ده بميزان. وده الفرق بين اللي قلبه موجوع واللي قلبه مطمئن. مش كل وجع عقاب، أحيانا الوجع بيبقى هو الطريقة الوحيدة اللي بنتعلم بيها. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، فهو عارف كل واحد فينا نقطة ضعفه إيه، وعارف إن كل واحد فينا ليه طريقة علشان يتعلم. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك بالشيء اللي هيغيرك. أكيد الشيء ده لما أنت هتتأذي منه أكيد هتبقى بصورة تانية، بصورة أقوى، بصورة أفضل، بس أنت لازم تمر بالتجربة دي عشان تبقى بالصورة ديت. علم النفس بيقول إن الإنسان ما بيغيرش نفسه في الراحة ولا بياخد قرارات حقيقية غير بعد صدمة أو وجع أو فقد. والغزالي بيقول إن الشدائد مراية وبنشوف فيها حقيقتنا مش صورتنا. يعني الألم اللي مش بيكسرك بيكشفك، بيطلعك من الوهم، بيفوقك من غفلتك وبيقولك فوق، انت أغلى من كده. ما تفتكرش إن اللي أذاك ربنا سبحانه وتعالى سايبه، لا. الغزالي بيقول قد يمهل الله الظالم لكن لا يهمله. ومصطفى محمود بيقول إمهال الظالم مش نجاة، بل قد يكون أخطر أنواع العقاب. في ناس عقابها مش في الفقر ولا في المرض، عقابها في الفراغ، في قلب ما يعرفش يهدى ولا يطمن ولا يحس. وفي علم النفس بيأكدوا إن الإنسان المؤذي غالباً بيعيش داخل صراعات نفسية رهيبة محدش يقدر يستحملها، مهما يضحك، مهما يكون أو يظهر إن هو ثابت. علم النفس بيقول كمان إن أكتر الناس وعي هم اللي عدوا بتجارب موجعة وطلعوا منها فاهمين نفسهم أكتر. والغزالي بيقول ببساطة ما نضج عقل إلا بعد محنة. أنت مش بقيت قاسي، أنت بقيت واعي، ما بقيتش بارد، أنت بقيت أصدق مع نفسك، بقيت تعرف قيمة الدنيا. وبكل الصدمات اللي أنت مريت بيها أي حاجة تانية بتيجي بتبقى هينة عليك بالنسبة للي أنت مريت بيه. في حاجات لو ما كانتش اتكسرت ما كانتش هتتصلح، وفي أبواب ما كانتش هتتفتح غير بعد صبر طويل. وخليك فاكر أحياناً ربنا سبحانه وتعالى بيمهل للظالم علشان ياخده أخذ عزيز ومقتدر. وخلي بالك برضه اللي بيقع من السلمة الأولى غير اللي بيقع من السلمة العاشرة. فما تفتكرش إن ربنا سبحانه وتعالى ناسي اللي ظلمك أو ناسي اللي خلى دمعة تنزل من عينيك، لا. ربنا سبحانه وتعالى بيمهل حتى يأخذ أخذ عزيز مقتدر في الوقت اللي انت هتكون طلعت من أزمتك خلاص، وعرفت قيمة الدنيا، وعرفت قيمة
إن مفيش حاجة تستاهل إن أنت تزعل أو تتأثر. في الوقت ده هيجيلك حقك بعد ما تكون اتعلمت الدرس وفهمته كويس. ولازم تفهم وتعرف وتتأكد إن الرضا بالقضاء والقدر حلو وفي مره. أي حاجة تحصل لك لازم ترضى. ترضى مش باللسان، لأ، ترضى من جواك. تقول لنفسك أكيد ده خير ليا، الشخص اللي بعد ده كان خير، بس أنا مش عارف دلوقتي إيه السبب. بس دايما الأيام بتجاوبنا على اللي إحنا مش فاهمين إجابته ولا عارفينها. وخليك فاكر، الطمأنينة مش غياب الألم، الطمأنينة هي الثقة في المعنى، الثقة إن ربنا شايفك، فاهم دموعك وعارف نيتك. يمكن دلوقتي أنت مش فاهم، بس يوم ما تبص ورا هتقول الحمد لله إن اللي حصل ما حصلش غير بالطريقة دي. أدي قلبك واعرف إن ربك مش نسيك، بس ربك عنده كل شيء بقدر. واعرف إن كل اللي انت مريت بيه ده علشان تتشكل للأفضل. كنتم مع إيمان هيش، وده بودكاست بين السطور. أشوفكم على خير إن شاء الله، وربنا يجعل دايما قلوبكم مطمئنة.